درس النهاردة بيتكلم عن خطوات التفكير العلمي. في البداية قال لك إن التفكير العلمي بيتكون من مجموعة خطوات. أول حاجة الشعور بالمشكلة. يعني إيه الشعور بالمشكلة؟ الإحساس إن في مشكلة موجودة، واداك المثال ظهور أعراض مرضية مع تزايد الأعداد المصابة مع مرور الوقت. هنا الشعور بإيه؟ إن في مرض موجود. يبقى الشعور بالمشكلة أي الشعور بالحيرة والتردد أو الحاجة للتفكير لمواجهة موقف. رقم 2 تحديد المشكلة. احنا قلنا المثال اللي فات تم الشعور بالمشكلة اللي هو ظهور أعراض مرضية، عرفنا إن في مرض موجود. هنا العلماء قاموا بحصر هذه الأعراض وعرفوا إن السبب فيروس يسمى كورونا. يبقى هنا حددوا إيه؟ المشكلة، عرفوا إن المرض يسمى فيروس كورونا. يبقى تحديد المشكلة يقوم الفرد بتنظيم الخبرات المتوفرة لديه تؤدي إلى تحديد الصعوبة أو المشكلة تحديدا دقيقا. رقم 3 اقتراح الحلول أو فرض الفروض. يعني إيه اقتراح الحلول؟ هو اقتراح عدد كبير من الحلول علشان المشكلة الموجودة. مثلا أزمة كورونا تم اقتراح إيه؟ استخدام بعض الأدوية، تجهيز عدد كبير من المستشفيات والأبنية، قيام الباحثين بدراسات لخصائص الفيروس. يعني اقتراح الحلول هو اقتراح عدد كبير من الحلول للمشكلة الموجودة. هي أفكار مبدئية يقترحها الفرد كحلول محتملة للمشكلة في ضوء ما يتوفر له من معلومات. رقم 4 اختبار الفروض. هنا عايز يوصل للحل الصحيح، بيعمل ايه؟ بيعمل اختبار للحلول او الفروض والمقارنة والمفاضلة بينها علشان يوصل للحل الصحيح. بيبدأ الفرد بتحليل الآراء والأفكار والمقارنة والمفاضلة بينها والتأكد من مدى صحتها للوصول إلى الحل الصحيح. آخر حاجة اختيار أفضل البدائل اللي هو الفرض الصحيح. هنا بيختار الحل المناسب للمشكلة، بيعتبر المكون الأخير من مكونات التفكير ويتمثل في اختيار الفرد لأفضل البدائل للوصول إلى حل المشكلة. معوقات التفكير العلمي. أول حاجة الأخطاء المنطقية. يعني إيه الأخطاء المنطقية؟ قال لك إن العالم أو المفكر ساعات بيتسرع علشان يوصل للنتائج. مثلا تعجلك في التوصل لنتاج مسألة رياضية في الامتحان بدون الدقة في اتباع الخطوات، ده هيعرضك للخطأ. تسرعت علشان توصل لنتيجة للمسألة الرياضية في الامتحان، فده هيعرضك للخطأ. يبقى الأخطاء المنطقية تتمثل في التسرع في الوصول إلى نتائج من مقدمات ومعلومات غير كافية عن الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها العالم. رقم 2 العوامل الانفعالية والوجدانية. يعني ايه عوامل انفعالية ووجدانية؟ قال لك ان الشخص ليه سمات او صفات بتتميز بايه؟ بالقلق والتوتر والحيرة. يبقى الشخصية تلعب بسماتها المختلفة دورا في القدرة على التفكير، لان القلق المعتدل هيؤدي تقوية التفكير. طب زيادة القلق وتغليب الأهواء والمصالح الذاتية هيؤدي إلى خلل في التفكير. رقم 3 انتقاء المعلومات والاستنتاجات. يعني ايه انتقاء المعلومات والاستنتاجات؟ قال لك ان العالم او المفكر ممكن يختار بعض المعلومات علشان هتأيد وجهة نظره حتى لو كانت خاطئة. واداك المثال مثلا تفضيل الباحث لمرجع او مصدر معين علشان هيؤيد وجهة نظره. يبقى هنا يميل العالم الى انتقاء بعض المعلومات والبيانات التي تؤيد وجهة نظره وقد تكون غير دقيقة، بينما يتجاهل معلومات أخرى وقد تكون صواب. آخر حاجة تقبل البيانات والمعلومات دون نقد. قال لك إن العالم ممكن يسلم ببعض البيانات والمعلومات دون أن يعرضها إلى النقد. ده هيؤثر على على الجوانب المختلفة لموضوع دراسته واستنتاجاته ونتائجه. يبقى أي بيانات ومعلومات ما بتتعرضش إلى النقد ممكن تكون معلومات خاطئة. يبقى أي بيانات أو معلومات ما بتتعرضش إلى النقد ممكن تكون معلومات خاطئة.